السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر إيهاب رمضان. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح لكم الفروق بين الآلات الحاسبة اللي موجودة في السوق. طبعا شراء الآلة الحاسبة حاليا بقى مكلف جدا، وطبعا انتوا في غنى انكم تشتروا آلة حاسبة مرتين او تخسروا فلوس في آلة حاسبة. فطبعا كل ثانية ان شاء الله في الفيديو ده لو سمعتوها هتفيدكم كتير وهتفرق معاكم في قرار الشراء. طبعا أول معلومة هبدأ أقولها طبعا ممكن تكون معروفة لناس كتير، لكن ممكن يكون في حد ما يعرفهاش إن النوعية دي من الآلة الحاسبة دي بتاعت السوبر ماركت، ولا تصلح بأي حال من الأحوال للطلبة، فمفيش ولي أمر يشتري حاجة زي كده لابنه. طيب تاني، أول أنواع الآلة الحاسبة اللي هي بتبقى مناسبة للمرحلة الإعدادية، لمرحلة قبل حل معادلة من الدرجة التانية، يعني لحد أولى إعدادي مثلا، اللي هي الآلة الحاسبة اللي هي ال 82 وال 85، الاف اكس 82 وال 85. طب ازاي اقرا اسم او موديل الآلة الحاسبة بتاعتي؟ هطلع هنا فوق كده هلاقيها مكتوبة اهي اف اكس 82، تمام. لكن كلمة سكند اديشن مكتوبة، يعني ده الاصدار الثاني او الاصدار الاحدث. طب هل في اصدار اقدم؟ طبعا ده الاصدار الاقدم، وده شكل الآلة الحاسبة القديمة. وطبعا الآلة الحاسبة القديمة لما تشوفها حد بيبيعها جديدة تعرف على طول ان هي مزيفة او فيك او كوبي، مش آلة حاسبة اصلية، تمام. بدأت الشركة تنتج الآلات الحاسبة دي طبعا بالشكل الجديد اللي هو الشكل ده. برضو الشكل ده موجود برضو في السوق للآلات الحاسبة الجديدة، تمام. طيب الآلة الحاسبة ال 82 وال 85 قلنا اللي هي المرحلة أولى إعدادي. وكمان بالنسبة لطلبة منهج القطري، هي الآلة الحاسبة المعتمدة عندهم، لأن هم في قطر ممنوع يستخدموا الآلات الحاسبة الحديثة، تمام. طيب الآلة الحاسبة دي يعني أكتر ميزة فيها احنا مش بتاع ده، اللي هي ميزة الفك، اللي هي تحليل العدد للعوامل الايه الأولية، تمام. الميزة دي موجودة في الآلة الحاسبة 82 و 85، تمام. طيب اللي بعدهم الآلة الحاسبة اللي بعدهم اللي هي الآلة الحاسبة اللي هي الاف اكس 95، تمام. نفس زي ما انتم شايفين، شبهها شبه الآلة الحاسبة التانية بالظبط. طيب تفرق ايه بقى في المواصفات؟ تفرق ان الآلة الحاسبة ال 95 فيها حل الايه، حل المعادلات اللي هو بيحتاجها بقى طالب تانية اعدادي وتالتة اعدادي، يبدأ من هنا من تانية وتالتة اعدادي يبدأ ايه يحل معادلات، فهيحتاجها طبعا. بس مشكلتها ان هي ما ينفعش الآلة الحاسبة دي تكمل معاه في الثانوية. فانت لو يعني عايز تجيب حاجة لابنك في الاعدادية وتجيب حاجة تانية منفصلة في الثانوية، في حد بيحب التخصص طبعا هيشتري الآلة الحاسبة دي في الإعدادي، وهيرجع يشتري آلة حاسبة تانية في الثانوي. طبعا لو أنت عايز تشتري آلة حاسبة مرة واحدة يكفي ابنك المرحلة الإعدادية والثانوية، طبعا مش هتشتري الآلة الحاسبة دي، تمام. طب ايه المميزات فيها بجانب ان هي بتحل المعادلات من الدرجة الثانية والثالثة؟ طبعا اخرها معادلات الدرجة الثالثة، ومعادلات في مجهولين وثلاث مجاهيل. الزيادة برضو لسه مازال موجود التقليل لعدد العوامل الأولية اللي هي خاصية الفاكتوري، اللي هي الفاكتورايزنج، اللي هي الفاكت دي موجودة، تمام، في الآلة الحاسبة ال 95. لكن احنا قلنا طبعا دي لا تصلح للمرحلة الثانوية. ايه اللي بعد ال 95؟ انا بسميها هي آلة الشعب، الآلة اللي هي موجودة مع معظم الناس. دي بقى الآلة الحاسبة اللي بتبدأ تشتغل معانا في المرحلة الثانوية، اللي هي الآلة الحاسبة الاف اكس 991 اي اس بلس، تمام. طبعا في سلسلة تانية اسمها 570، تمام. إيه الفرق بين 991 و 570؟ ان 570 بتشتغل بالحجارة، انما ال 991 زي ما انتم شايفين دي كده اسمها طاقة شمسية، بتشتغل بالطاقة الشمسية والحجارة. فيها اوريجينال الآلة الحاسبة دي، فيها اوريجينال، وفي وكيل على فكرة لآلات الحاسبة الكاسيو موجود في مصر. الميزة هنا بقى ان الآلات الحاسبة الجديدة اصبح بقى فيها الوان، زي ما انتم شايفين الالوان البنك. الآلة الحاسبة دي رنجها في ال 800 وال 1000، اللي هي الآلة الحاسبة الأصلية، وفي منها كوبي، تمام. في رينج ال 350
في الرينج ده الكوبي، عايز ما تدفعش فلوس كتير اشتري اللي هي الكوبي اللي هي 350. طبعا ده الشكل القديم منها، قلنا لو شفنا الشكل القديم قلنا طبعا ده يعتبر بتاع ده تقليد مش اصلي. نرجع تاني للآلة الحاسبة 991 اي اس بلس، تمام، اللي هي الآلة الحاسبة بتاعت الثانوية. ايه بقى اللي بيزيد فيها؟ اللي بيزيد فيها بقى طبعا المتجهات، المصفوفات، بتاع ده الاعداد الايه التخيليه. طيب هل اشتري الاله الحاسبه اللي هي الاصليه اللي هي في الرينج ال 700 ال 800؟ هقول لك يعني اصبر شويه وشوف اللي بعدها. ايه الاله الحاسبه اللي بعدها؟ الاله الحاسبه اللي بعدها هي ال 991 اي ار اكس، بيبقى ظهرها لونه ابيض، وهي زي ما انتم شايفين اسم الموديل اهو، وبتبقى القوائم فيها باللغه العربيه. طبعا الاله الحاسبه دي بتاع ده افضل من 991. ليه بقى؟ لانها افضل في طبعا يعني ابرز حاجه الاله الحاسبه 991 اي ار اكس اللي هي طبعا الاعداد التخيليه، تقدر تشتغل فيها براحتك شويه، وكمان الايه المتجهات. تمام، طبعا المتجهات فيها وخصوصا طلبه الصف الثالث ثانوي يستخدموها افضل من الاله الحاسبه 991. تمام، دي في رينج الايه؟ دي في رينج ال 1300 حاليا. وحاليا الشركه بطلت تنتجها على ما اعتقد، يعني ما عنديش معلومه اكيده، بس على ما اعتقد ان الشركه بتاعت بطلت تنتجها، لانها في طبعا موديل احدث الشركه بتحاول تروج له اليومين دول. تمام، فطبعا الآلة الحاسبة دي أفضل. لكن هل هي الأفضل؟ لا طبعا هي مش الأفضل، في طبعا أفضل منها. طبعا هننوه إن في آلة حاسبة شبيهة بيها متواجدة في دول الخليج، ممكن تشوفها مع حد راجع من دول الخليج، اللي هي الآلة الحاسبة 991 اي اكس. هي زي بالظبط الآلة الحاسبة ال- الآلة الحاسبة 991 اي ار اكس، بس التانية انجليزي ما فيهاش لغة عربية. الاي ار اكس هي فيها اللغة العربية. تمام، طبعا اللغة العربية في الآلة الحاسبة ما بتفرقش قوي، تمام، لان في النهاية الطالب بيحفظ الطريقة، فما بتفرقش قوي. فلو لقيت 991 الاي اكس هي طبعا افضل من دي. طب افضل في ايه بقى 991 اي اكس دي؟ افضل في ان هي موجود فيها قائمة التوزيع الطبيعي، ودي طبعا تهم اللي بيحل احصاء، طلبة الصف الثالث الثانوي اللي هو عندهم احصاء، او اي طلبة في الجامعات عندهم مادة الاحصاء. طبعا القائمة دي مهمة جدا، اللي هي قائمة التوزيع الايه الطبيعي. تمام، هتقول لي ال 991 اي اس بلس فيها توزيع طبيعي والاي ار اكس فيها توزيع طبيعي. اقول لك اه، بس خواصهم محدوده غير تماما الاله الحاسبه اللي هي 991 اي اكس، طبعا افضل. تمام، هتيجي بقى الاله الحاسبه الاخيره، ودي اللي الشركه دلوقتي بتحاول تروج لها وتبيعها. تمام، طبعا هي فيها كل المميزات المتجمعه في كل الالات الحاسبه، بجانب زيادات عليها. تمام، في زيادات وزيادات جميلة جدا. أنا شارح بعض الخواص منها على الصفحة بتاعتي. الآلة الحاسبة دي في الرينج الكام الألف ونص. تمام، فيها خاصية مهمة جدا، إن هي بتدي في برنامج تابع لشركة كاسيو. البرنامج ده يهم مدرسين الرياضيات، بالسيريال بتاعها تقدر تدخل على البرنامج ده، يديك 4 سنين. تمام، فتبقى مهمة لمدرسين الرياضيات. طبعا العيب الرئيسي بتاعها ان مفيش حد يعرف لها كتير، مفيش حد متعود عليها، فهتلاقي المدرسين مش هتلاقي حد كتير ان هو يعلمك. ودي للأسف الشديد، يعني نتمنى ان المدرسين يتعلموا عليها، عشان خاطر اللي يشتريها فيما بعد يقدر يستفيد منها. فلو هتلاحظ ان الفرق بين كل آلة حاسبة، يعني الفرق بين ال 991 الأصلية، والفرق بين ال 991 اي ار اكس، والفرق بين ال 991 سي دبليو، كل واحدة بتفرق عن التانية ب 200. فانت لو معاك فلوس طبعا انصحك ب 991 سي دبليو. والله الفلوس هتفرق بالنسبة لك
تمام. ممكن تشتري بتاع ده اللي هي 991 اي اس بلس التقليد، هتوفر معاك جامد، هتبقى 350 لو انت مش عايز تدفع. طبعا لو اشتريت الاصلي هتكون طبعا افضل، وهتعيش اكتر، حاجه ما فيهاش كلام طبعا. تمام. لكن هنا الآلة الحاسبة اللي هي 991 اي ار اكس بحس ان هي رقصت على السلم. يعني لا هي جابت الايه الآلة الحاسبة الحديثة اللي هي 991 سي دبليو، ولا هي جابت الآلة الحاسبة اللي هي 991 اي اس بلس. تمام. فلو انت معاك فلوس يا تشتري ال 991 سي دبليو، يا اما تاخد اللي هي، لو معكش فلوس هتفرق معاك الفلوس طبعا، هتفرق دي في حدود 500 جنيه. لو هتفرق معاك خلاص يبقى اشتري اللي هي 991 اي اس بلس. طب اتمنى ان انا اكون افدتكم، ولو في اي استفسار او اي حاجة ابعتولي، وان شاء الله تحت امركم يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.